الخطوات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تغيير الطابع الديمغرافي في مدينة القدس وفي البلاد بشكل عام. أولا، عند احتلال فلسطين جاء اليهود بفكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ولذلك التطهير العرقي وتصفية الوجود العربي هو هدف تعمل عليه سلطات الاحتلال بشكل كبير جدا، وتسخر كل إمكانيات دولة الاحتلال لذلك. فهي تعمل على طرد السكان عن طريق أولا طرد السكان القسري، هدم المنازل، عدم إعطاء تراخيص للسكان للبناء، وإحلال مستوطنين، حيث أن الاحتلال يعلم تماما أن هذا التواجد والبعد الديمغرافي والسكاني هو قنبل موقوته. أولا تعرقل مشاريع الاحتلال التهويدية. الاحتلال يريد أن تكون فلسطين وتحديدا مدينة القدس فقط خالصة لليهود، حتى أسن يعني قوانين في الكنيست، هناك قانون يهودية الدولة، أي أن يبقى يعني أحادية القومية والدين وبعدم وجود أي مكونات أخرى، وتحديدا الفلسطينيين. ويعمل الاحتلال تحديدا في القدس على تصفية الوجود العربي، لأن المستهدف هو هوية القدس، والبعد السكاني هو جزء من هذه الهوية. فلذلك الاحتلال كثير من السكان يتم سحب هوياتهم، طردهم، إبعادهم، حتى من يعني يقوم بأي أعمال قد يتم اعتقاله وبعد ذلك نفيه إلى خارج البلاد. كثير من السكان لا يسمح لهم، هناك ضائقة سكانية، لا يسمح لهم بالبناء بالإضافة إلى الهدم، ولا يوجد أي أماكن يعيش فيها إلا خارج القدس، وربما بعد ذلك خارج فلسطين. فالاحتلال دائما ما يعمل على هدم وطرد السكان قسريا، وحتى يعني هناك وسائل بدفع الناس للابتعاد والرحيل بشكل طبيعي، ضغط نفسي واجتماعي وسياسي واقتصادي، خنق الاقتصاد، تقليل فرص العمل، ضغط من قبل قوات الاحتلال على السكان، إفقاد الناس الأمان الاجتماعي والأمان النفسي والأمان الروحي والأمان الاقتصادي، وقطع مصادر الرزق. أحدى هذه وسائل لتصفية وإبعاد الناس بشكل قسري عن مدينة القدس. وأظن أن الاحتلال يعمل على كثير من الخطوات لدفع الناس للرحيل، ويعني تضييق الخناق بشكل عام، ويعمل على جعل مدينة القدس طاردة للفلسطينيين، لإحلال مستوطنين وإحلال مجموعات يهودية، لتغيير التركيب السكانية. عبرت كل شيء في مدينة القدس، تهويد كل شيء حتى الحيز العام، وهو يعمل بذلك على أن إضافة مجموعات من المستوطنين داخل الأحياء بعد أن يستولي على المنازل، إضافة أحياء استيطانية ومحاصرة التجمعات الفلسطينية لتضييق الخناق عليها، لقطع التواصل ولفصلها عن بعضها البعض، فتجزئة المؤجزة، وأيضا للتغلغل داخل الأحياء. فهو يعمل بدائرة إغلاق التجمعات الفلسطينية بمجموعات استيطانية، سلب الممتلكات وإقحام وإدخال مستوطنين داخل هذه التجمعات لتفرقتها ولتضييق الخناق عليها ولتغيير هويتها وثقافتها ولدفعها للرحيل. أظن أن الاحتلال يعمل بشكل دائم على هدم الهوية والمشهد في مدينة القدس لتغيير التركيب السكاني، وتغيير التركيب السكاني هو جزء من محاولات بسط سيطرة الاحتلال وتغييرها، تغيير الهوية، تغيير المشهد، وهندسة جديدة، وصياغة تاريخ مزيف مزور لهذه المنطقة. فهو يعمل تحت الأرض على سلخ الإرث التاريخي والحضاري للمدينة المقدسة، تاريخها العربي والإسلامي، وإضفاء تاريخ مزور وتشجير بعض الأمور لتحاكي تاريخ وحضارة مزورة فوق الأرض. هدم، طرد، إحلال مستوطنين، تضييق الخناق، تغيير المشهد بشكل عام، وحتى في فضاء هذه المدينة يحاول تغيير أي شيء فيها، لأن الاحتلال يعمل على تغيير التركيب السكانية، لأن هذه التركيب السكانية وهذا البعد الديمغرافي هو الذي يحمي هذه الهوية ويحمي هذه المقدسات ويحمي التاريخ ويحمي الرواية العربية الإسلامية فيها. ولذلك هو يعمل على طردها وإحلال مستوطنين بشكل كبير جدا، و
رغم أن هذا مخالف لكل المعاهدات والمواثيق والقانون الدولي. الآثار المترتبة على تغيير التركيب السكاني وطرد السكان وإجلائهم القسري وهذه الإبعادات، حقيقة أولا يعني تعودنا في مجتمعاتنا العربية أن نعيش بتجمعات متجانسة في اللغة وفي صلة القرابة وفي أمور حياتية كثيرة من تراث، من كل وسائل وجوانب ونواحي الحياة. فالاحتلال أولا عند طرد السكان وإبعادهم ويفقد الناس الأمان الاجتماعي، يفقد الناس هذا التكتل، أيضا يدخل الناس في أزمات، بحث عن مسكن، بحث عن عمل، بحث عن بيئة ومقومات تصلح لهذه التجمعات. ولذلك هو يشغل الناس، وهذا الهدف، يشغل الناس بأمور حياتية وبإعادة تكوين واستقرار، فحرمان الناس من الاستقرار، ويعلم الاحتلال أن هذا سيأخذ سنوات طويلة، فإشغال الناس في ترتيب أوضاعهم من جديد سيلهيهم ويشغلهم عن الوقوف في وجه الاحتلال ومشاريع الاحتلال وكل ما يقوم به الاحتلال لتغيير الهوية والمشهد في البلاد. ولذلك يضمن أن ينشغل هؤلاء في الحياة وفي تكوين حياة جديدة، ليضمن له عدم وجود من يقف في وجهه، لأن الاستقرار ودائما بعد الاستقرار سيكون هناك ترتيب وتنظيم للوقوف في وجه الاحتلال. فلذلك دائما الاحتلال يعني يعمل على تغيير التركيب السكاني، دفع الناس للرحيل وأن يبقوا من لاجئين ومتنقلين، فالاحتلال يضمن بعدم استقرار الناس وأنهم قد انشغلوا في أمور بعيدة عن الوقوف في وجه الاحتلال. لذلك نرى أن الاحتلال يعمل على دائما التهجير والطرد، قصف المواقع والمدن وطرد السكان إن كان في أجزاء من فلسطين وحتى في خارج فلسطين، لأن هدف الاحتلال هو إيجاد بلبلة وفوضى وعدم استقرار، عدم استقرار نفسي، اجتماعي، اقتصادي، ثقافي. لذلك هذا هدف الاحتلال، أن يكون المجتمع الإسرائيلي المحتل هو مستقر، وباقي الشعوب أو التجمعات السكانية الأخرى في حالة فوضى وتنقل وبحث عن أماكن يستطيعون العيش فيها. ولذلك هو جزء من محاولات الاحتلال طرد السكان، تغيير التركيبة السكانية، إشغال الناس في أمور تبعدهم عن كل مشاريع الاحتلال وسيطرة وسيادة وهيمنة وبسط الاحتلال، احتلاله بشكل كامل على الأراضي المقدسية والفلسطينية.